المفروض كنت جايه اعمل مقابله شغل وفي الاخر ما حدش بيرد عليا وقفلوا تليفونهم. وبعدين انا جايه من القاهره، مش جايه، مش عايشه في اسكندريه اصلا. انا جايه ربنا وحده يعلم انا جايه ازاي، والمواصلات غاليه ازاي، والدنيا صعبه ازاي. اشتغلت هاوس كيبنج، واشتغلت في مطاعم، واشتغلت بياعه في محل، واشتغلت لا مؤاخذه برضه كنت بروح عند اسره ممكن انضف لهم واعمل لهم اكل. اشتغلت حاجات كتير قوي 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 قوي، واتبهدلت كتير قوي قوي. انت عايشه مع مين اساسا؟ مع امي. عشان والدتك بس؟ اه. مش اخوات مالكيش؟ لا، عندي اختي وساكنه معانا في نفس الشارع بس بعدينا بكام بيت. انا عايزه اقول لحضرتك ان انا والدتي كان المعاش بتاعها 1200، وفي دخل تاني مكتب عامل لها 500، وجمعيه 150 1150. من شهرين ال 500 دولت اتشالوا. مش كده لازم تدور على شغل؟ اقل حقوقنا مش عارفين نعملها، اللي هو كل يوم نص كيلو لبن. عارف احنا لما لو جبناه مره او مرتين في الاسبوع خلاص كده. الطبيعي اللي هو اي اسره بتبقى مره بس في الاسبوع فراخ. اللحمه ما بتخشش بيتنا، دي حقيقي. ممكن كل سنه مره، او لو حد ادى لامي مثلا بيفرق اديها. انت قلتي لي انك اشتغلتي هاوس كيبنج واشتغلت حاجات كتير. اه. بتسيب الشغل ليه؟ او اللي هم اللي بيمشوك ولا؟ لا، مش بسيب الشغل. ممكن الهاوس كيبنج انا ما شفتش نفسي فيها. قعدت فيها بالظبط حوالي شهر ونص فسبتها، فاشتغلت في حاجات تاني. اشتغلت في محل بياعه، كنت بشتغل من 10 ل 10. بتشتغل وانت عندك كام سنه؟ من وانا في اولى ابتدائي. نعم. دي حقيقه. بتشتغل وانت في اولى ابتدائي؟ اه والله العظيم. انا والدتي كانت الظروف صعبه معانا وكده، فكانت بتشتغل وكده فراشه في المدرسه. فانا كنت بساعدها، وكانت بتروح بردك تاني بتنظف بيوت يعني الحاجات دي. فانا كنت بتصعب عليا فكنت بروح اساعدها. فلما كانت بتقعد كنت انا في ناس اعرفهم فكنت بطلع وكده، وكان ساعتها باخد 5 10 الحاجات دي. البيت اللي في وشنا كان في واحده اسمها ابو الورشه، كنت بطلع اعمل لها السلم واجيب لها طلبات وكده. كانت تديني 5. ال5 جنيه دي كانت بالنسبه لي حاجه كبيره. 7. كان في واحده اسمها ام عباس في الدور اللي فوقينا، الله يرحمها. يعني كنت اطلع انضف لها، اسقي لها الزرع، اجيب لها طلبات، الكلام ده كله. كانت بتحبني جدا جدا، كانت بتعاملني زي بنتها. فكنت هو ده الشغل طبعا اللي متاح ليا في السن ده. اطلع لابو الرشا على طول، يومين اطلع لها، او يوم ويوم. اطلع لخالته ام عباس. امي كانت بتروح شغل مثلا في بيت تعمله، انا اروح معاها. في المدرسه طبعا كانت هي فراشه في المدرسه اللي انا فيها، فكنت بخلص شغل وببقى عايزه اروح اساعدها عشان هي صدرها تعبها بس. انت والدتك صحتها عامله ايه؟ لا، تعبانه. ومش هي عندها حساسيه على صدرها، هي مش اوفر، بس التعب اللي هو فيه اكتر من كده، لان هي سماعها تقيل ولسانها تقيل شويه، فتحس ان هي ممكن تبقى قاعده في قاعده مش فاهمه حاجه. اسمي عبير. انا في البطاقه سميره، انما اصحابي واهلي وجيراني بيقولوا لي عبير. انت معاكي تعليم ايه؟ دبلوم تجاره. اه. يعني نساعدك ازاي طيب؟ يعني سيبك بقى من المسابقه وسيبك بقى من اللي انا قلت لك في اول الفيديو، قولي لي نساعدك ازاي؟ شغل. انا محتاجه شغل كويس ويكون مرتبه كويس. عايزه تقولي حاجه لماما؟ عايزه اقول لها ربنا يخليكي ليا، وبقولها بجد من كل قلبي، ربنا يجعل يومي قبل يومك، لان انا هتبهدل من بعدك قوي.